شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه وعافيه. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم جبت لكم عصير مشكل من الفواكه. ديجا رانا في الصيف، رانا في وقت الفاكهه. العصير تاعنا صحي، شباب بزاف، بنين بزاف، ما فيه السكر بزاف باسكو ما غاديش نستعملوا السكر في هذه الوصفه. ابار بديل الماء غادي اليوم نديروا الحليب. المقادير تاعنا في هذه الوصفه عندنا الخوخ، البنان، الفراوله. الان ننتقل الى المقادير وطريقه التحضير. قبل ان نبدا نصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. شعلنا غادي نستعمل اشوار، واللي تبغي تستعمل ميكسر تستعمل الميكسر. بسم الله. شنديرو نقطعوا الفراوله تاعنا، قطعوها كما تبغوا البنات، وكلعوا لها غير الزوائد فقط. يسيو البنات باش تكون بارده، زعما بردوها قبل ما تستعملوها. عفوا. بعد ما قطعت الفراوله تاعي نقطعوا حبه البنان والموز، نقلعوا لها القشره بالاول ومن بعد نقطعوها لشرائح. الفراوله انا شريت قد 15 ميل. دروك شنديرو البنات الخوخ تاعنا نقلعوا له القشره ونقلعوا له العلفه اللي تكون من داخل ونقطعوه الى شرائح. نفس الشيء نبداو كما راكم تشوفوا يسي باش ننزعوا القشره. نقلعوها بسهوله. الفراوله البنات عفوا الخوخ كذلك شريت قد 10 ميل باسكو كيلو راه يدير 20 ميل، انا شريت قد 10 ميل قد ما نخدم العصير تاعي. شوفوا نقلعوها بسهوله. نقطعوا الخوخ تاعنا الى شرائح. انا نكمل نقطعهم ونرجع لكم. شوفوا بعد ما قطعت الخوخ الى شرائح البنات كما قلنا نستعملوا قد 10 حبات من الفراز، الا كانت كبيره ولا كانت صغيره تستعملوا اكثر. نستعملوا كذلك حبه بنان تكفي. انا حبه بنان ميزان طاحت لي 10 ميل، واستعملت 3 حبات خوخ. دروك شنديرو نستعملوا نصف لتر من الحليب. بسم الله. نزيد شويه ونميكسي هاد الفواكه، والا كان خاصني الحليب نزيد. انا فضلت اني ما نديرش السكر باسكو رانا في موسم الفواكه، زعما تكون الفاكهه تاعنا ديجا طايبه وحلوه. ونفضلوا كذلك ان نقصوا من السكريات. انا تكون ميكسي الفاكهه تاعي ونرجع لكم. شوفوا البنات العصير تاعنا بعد ما ميكسيتو، نضمن لكم البنه ونضمن لكم انه صحي وطبيعي 100%. دروك انا شندير البنات غادي نصفيه. قبل ما نصفيه غادي نعطيكم معلومه، اللي يبغي يضيف السكر يدير 4 مغارف سكر تكون كافيه، زعما لان قلت لك الموسم رانا في موسم الفاكهه، زعما تكون طايبه. 4 مغارف سكر يكفوا. دروك انا شنو غادي ندير؟ غادي نصفي العصير تاعي ونلتقي في طبق التقديم. شوفوا البنات الطريقه النهائيه العصير تاعنا بعد ما صفيته. البنات هذاك الزياده اللي تبقى من تصفوه ماذا بكم تضيفوا لها الحليب وتعاودوا تميكسوه.
نتوما شكلتوا عصير تاني. شوفوا البنات، يجي رائع ويجي صحي بدون مواد حافظة، بدون اي زيادات. نتمنى انكم تجربوا.